السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتابعين إخواني. تابعونا على قناتنا. هذه قناة جديدة في اليوتيوب، غرفة العمليات. وعندنا صفحة أيضا على منصة تيك توك تناقش مسائل سياسية ومسائل تاريخية ومسائل دينية. مرحبا بإخواننا، ونرجو منكم المتابعة والمشاركة قدر الإمكان لفضح كل من يعلو صوته على الجزائر. شكرا. التقديرات الحالية حول عدد المغاربة اليهود المقيمين حاليا داخل المغرب غير معروفة بدقة. تشير بعض الدراسات إلى حوالي 70,000، منهم 10,000 يهودي يتوزعون في المدن المغربية الرئيسية، وبالذات في الدار البيضاء. نصفهم فقط هو المقيم بشكل دائم في المغرب، أما النصف الثاني فلديه إقامة ثانوية فقط في المغرب. في تقديرات أخرى وحسب أن الشعب المغربي له إقامة ثانوية فقط في المغرب، ليس كاليهودي له إقامة دائمة ويرجع إلى المغرب متى شاء، لأنه يعتبر وطنه الأول. وفي تقديرات أخرى وحسب تقرير صادر سنة 2010 عن منظمة أمريكية مهتمة بمراقبة الأديان وحقوق الأقليات في العالم، تدعى منتدى بيو للديانة والحياة العامة، يشكلون نسبة أقل من 0.1%، أي أقل من 10,000 من مجموع المغاربة المحدد عددهم في حوالي 35 مليون نسمة. كلهم يهود إلا قلة القليلة 10% من هم مغاربة مسلمين. وتشير العديد من المصادر أن أعداد اليهود في المغرب تتراوح بين 2000 إلى 2500 نسمة. قدر الباحث من الجامعة العبرية سيرجيو ديلا بيرجولا أن هناك 2300 يهودي في المغرب اعتبارا من عام 2015. في عام 2015 قدر المؤتمر اليهودي العالمي أعداد اليهود في الدار البيضاء وحدها بحوالي 1000 شخص، تليها مراكش مع حوالي 250 شخص، ومكناس مع حوالي 250 شخص، وطنجة مع حوالي 150 شخص، وفاس مع حوالي 150 شخص، وتطوان مع حوالي 100 شخص. لليهود في المغرب نشاط كبير سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي، فقد كان يشارك في السلطة المغربية عدد من اليهود، نذكر منهم سيرج بيرديغو الذي كان وزيرا للسياحة، وكان للملك الحسن الثاني مستشار للشؤون الاقتصادية يهودي يدعى أندري أزولاي، والذي ما زال يشغل نفس المنصب في فترة حكم الملك محمد السادس. وفي عام 1986 تم تعيين النائب اليهودي في البرلمان جو أوحنا في البرلمان المغربي عن منطقة الصويرة، وأمين لصندوق رئاسة البرلمان. دخلت اليهودية منطقة المغرب الأقصى في القرن السادس قبل الميلاد، واستطاع اليهود العيش وسط الأمازيغ وتبنى لغتهم من خلال التأثير المباشر بين الجماعات اليهودية والأمازيغ، واحترفوا كل ركائز الحياة الاقتصادية، رعي وصناعة، علاوة على التجارة التي حققوا منها ثروات طائلة، خاصة تجارة الرفاهيات والرقيق. ولم يقبل اليهود على الزراعة، مهتمين بمهن أخرى تذر أرباحا سريعة ولا تحتاج للتوطين. وعلى صعيد الحياة الاجتماعية لم يكن المجتمع اليهودي في المغرب مجتمعا منغلقا على نفسه
كما هو شائع عن المجتمعات اليهودية، وإنما كان في اختلاط دائم مع سكان البلاد في حياتهم اليومية، بل كانوا يعيشون في ظل وجود نظام للجوار أو الحماية من طرف القبائل الأمازيغية. فبعد دخول الإسلام للمغرب عام 710 للميلاد ووعي اليهود بهذه السيطرة، دخلوا في حماية الحكام الأمازيغ المسلمين منذ أوائل القرن الثاني الهجري. يهود المغرب اكتسبوا الكثير من عادات المسلمين، بدليل أنهم في المدن المغربية كانوا يؤمنون بتعدد الزوجات رغم أن هذا محرم في ديانتهم. أما اليهود في القرى والجبال فقد تأثروا بالأمازيغ واكتفوا بالزواج الأحادي، والدليل على ذلك ظهور مخطوط في مدينة مراكش يعود تاريخه إلى سنة 1000 ميلادية يتحدث عن تحريم تعدد الزوجات. ينحدر غالبية يهود المغرب من اللاجئين اليهود الذين وصلوا مع التجار القرطاجيين إلى سواحل شمال إفريقيا خلال القرن السادس قبل الميلاد، بعد أن دمر الإمبراطور الكلداني البابلي نبوخذ نصر الثاني مملكة يهوذا عام 586 قبل الميلاد. وكذلك اللاجئين اليهود الذين فروا من محاكم التفتيش في شبه الجزيرة الإيبيرية خلال القرن السادس عشر للميلاد بعد سقوط الأندلس عام 1492 ميلادي، والمناطق المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط، وعلى وجه الخصوص شمال المغرب وإقليم وهران بغرب الجزائر الذي به أعداد كبيرة من الناطقين باللغة الإسبانية من اليهود الشرقيين، في حين كانت تونس والجزائر وطنا لليهود ذوي الجذور الإيطالية من وسط الميدان التجاري بليفورونو في البلدان الثلاث. كان السكان اليهود يتحدثون اليهودية والأمازيغية والعربية، رغم أن هذه اللغات قد طمست إلى حد كبير تحت تأثير اللغة الفرنسية في تلك الفترة الزمنية المذكورة. كما كانت هناك أعداد أقل من المهاجرين الجدد من أوروبا. ينقسم المغاربة اليهود إلى قسمين: المغوراشيم، ومعناها بالعبرية المطارد، وهم يهود الأندلس الطشابيم، وهم اليهود الأصليون الذين سكنوا المغرب قبل الميلاد، وكما يوحي اسمه الزعم أنهم من أصل مشرقي، وأنهم أتوا للمغرب بعد سلب القدس من قبل نبوخذ نصر الثاني عام 586 قبل الميلاد. وبلا شك فقد وجد كثير منهم طريقهم إلى شمال إفريقيا مع التجار القرطاجيين، وفي أي حال فربما يكون كثيرون من الطشابيم من أصول الأمازيغ الذين تحولوا إلى اليهودية والتصقوا بديانتهم أكثر من المسيحيين الأمازيغ الذين صمدوا فيما يبدو إلى القرن الحادي عشر. ويظهر أنه كانت هناك في زمن الفتح الإسلامي الأول في بداية القرن الثامن أعداد من الممالك اليهودية الصغيرة في الجزائر والمغرب، بما فيها واحدة تأسست في سجل ماسا، وثانية في منطقة الأوراس بالجزائر تحت قيادة ملكتها داهية الكاهنة التي قاومت الفتح الإسلامي لأربع أعوام إلى أن قتلت في معركة، فيما تحالف إدريس الأول أولا مع السكان اليهود ضد مؤيدي الخليفة العباسي هارون الرشيد، ولكن تحول لاحقا ضدهم. خانوا هذه الملكة التي كانت في الأوراس وقتلوها مع قيادة الإدريسي الذين جاءوا من إسبانيا الأندلس والبرتغال بعد طردهم من قبل فرديناند وإيزابيلا عام 1492، رغم أن الكثير أتى في وقت سابق لذلك عند سقوط كل مدينة أندلسية. وتقول تقديرات أن الجالية اليهودية في المغرب في ذلك الوقت تجاوزت 100,000، فيما أتى نحو 125 إلى 30 ألفا من إسبانيا والبرتغال، ولا يزال كثير من هؤلاء يحملون أسماء أسرية لمدن إسبانيا تعود أصولهم إليها. ومن الممكن ملاحظة أن يهود جبل طارق وكذلك معظمهم يهود مدينتي سبتة ومليلية هم أيضا حفدة لأولئك الذين طردوا من إسبانيا، واستقر بعضهم في جنوا وشمال إيطاليا وذهبوا لجبل طارق بعد انتصار البريطانيين عام 1704، فيما أتى بعضهم من تطوان ثم جاءوا من جبل طارق مرة أخرى إلى المغرب منذ عام 1840، وما تلاه لمعظمهم نفس الأسماء الأسرية التي يحملها رصفاؤهم.
الدينيون المغاربة يهود الأندلس نزعوا في ذلك الوقت إلى الانعزال وامتلاك معابد منفصلة في المدن الكبرى، بل والعيش في أحياء منفصلة سميت فيما عد بأحياء الملاح. استقرت وضعية اليهود بالمغرب منذ الفتح الإسلامي، وتزامن ذلك مع الاضطهاد الشديد الذي تعرضوا له بأوروبا بعد اعتناق ملك القوط للكاثوليكية وصدور مرسوم في سنة 700 ميلادي يقضي باستعبادهم، حتى أنهم التحقوا بجيوش الفتح الإسلامي المتوجهة للأندلس من أجل العودة إليها، واستقرت وضعيتهم أكثر بعد قيام حكم الأدارسة بالمغرب، حيث سمح إدريس الثاني لليهود بالإقامة والعمل في مدينتي فاس، وكان للتسامح الذي لاقوه أبلغ الأثر في قصد المدينة من طرف يهود المغرب من مختلف الجهات. اكتسبت اليهود بالمغرب وضعية أهل الذمة، وهي وضعية أطرت سلوك المسلمين إزاءهم، فكان موقفهم قوامه عدم الاعتداء والتعامل في المعروف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليهود، دينية أو قانونية أو وقفية أو قضائية، ومنح سلاطين المغرب للعديد من اليهود كأفراد أو قبائل على ظهائر التوقير والاحترام.